اوعي تروحي تعملي تنظيف بشره غير وانت عارفه الكارثه دي. ده بنسميه الصمت المسطح او العدوى الفيروسيه اللي بيسببها ال HPV فيروس. معظم البنات ما تعرفش ان ده سببه عدوى فيروسيه، بتفكر ان هي حبوب عاديه وبيتعاملوا على انه حبوب لحد ما بتجيلنا العياده وبتكتشف للاسف ان هو مش حبوب. اللي بيجيبها العياده ان هي اول حاجه بتقولها لي يا دكتور دي حبوب ظهرت لي فجاه وانتشرت في وشي كله فجاه. طيب اول ما نشوف المنظر ده نجري على الدكتور تكتب لنا البروتوكول المناسب قبل ما ينتشر، سواء هناخد علاج اورال او هنعالجه بالليزر. ازاي نتجنب ان احنا نصاب بالعدوى الفيروسيه دي؟ اول حاجه ان احنا لو رحنا اي اماكن نعمل جلسات تنظيف بشره نتاكد ان المكان بيعقم كويس قوي. برضو لو رحنا اماكن البيوتي صالونز نتاكد من التعقيم بنسبه 100%. ازاي التعقيم؟ اول حاجه ان المفروض ان التولز المعدن نفسها اللي بتتحط على بشرتنا المفروض ان هي تتحط في حاجه اسمها السايدكس. وقت التعقيم بياخد حوالي مش اقل من تلت ساعه، فلو رحتي مكان ولقيتي الحاله اللي بعدك طلعت ودخلتي بعدها على طول تاكدي ان المكان مش بيعقم كويس واوعي تعملي الجلسه. اوعي كمان تستخدمي الفوط اللي مش شخصيه او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تنقل لنا العدوى. الموضوع برضو سهل جدا، ونقدر ان احنا دلوقتي من 9 سنين عشان نتجنب الاصابه بالفيروس ان احنا ناخد الامصال. متاح دلوقتي ماسك الجردازيل في كل العيادات وفي كل اماكن مصر واللقاح. دمتم سالمين. معاكم دكتور اسراء عبد الرحمن، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر.